عبده ازيك؟ عبت ايه اللي انت عملته ده يا عبده؟ بتقفل الباب في وشي. ايوه بقفل الباب في وشك علشان انت زيك زي اختك، وحقك عليا بقى اذا كنت انت محترمه شويه عنها فجمعتك بيها، بس انتوا الاتنين في الاخر هتبقى نفس الاسطمبه. اختي ايه يا عبده وعملت ايه؟ طيب فهمني. افهمك يا ستي، ام واخويا جا هنا البيت كنت عازمهم. طيب فيها ايه؟ اختك اول ما شافتهم على الباب راحت ما قافله الباب في وشهم بنفس الطريقه. شمس اختي انا تعمل كده؟ اكيد في سوء تفاهم. لا مستحيل. مفيش سوء تفاهم، في سوء في الموضوع وقله ادب من اختك، واللي تعمل كده في اهلي لازم اردها لها، وجت فيك انت بقى. عادي يا عبده، انا اختك واستحملك وانت عندك حق، مفيش مشكله لو شمس فعلا عملت كده. لا بس انا بقى ام واخويا ما استحملوش، وغاليين عندي قوي، وكرامتهم من كرامتي، واللي ما اقبلهوش عليهم ما اقبلهوش على نفسي. علشان الغلط طلع من عندنا يا عبده، انا بعتذر لك بالنيابه عنها وحقك عليا. وما عنديش مشكله ان انا اعتذر لطنط برضه واخوك واعتذارك علي. ده يعمل ايه يعني؟ مش فاهم. صدقني مش عارفه، بس مجرد ان انا اقول لها حقك عليا هي براحتها، عايزه تقبل تمام، مش عايزه ابقى عملت اللي عليا، وان انا برضه في البدايه بعتبرها قلت لك حقك عليا لان انا بحترمك وبعزك وانت عارفه ده كويس، أكيد. بس الموضوع لما يجي عند كرامه اهلي لا، ولا هحترم ولا هعز. واختك شوايه هبعتها لك يا عبده ممكن يكون، بس طب يعني هي قلة ادب طبعا ان هي تعمل كده، بس عاقبها. انا لحد دلوقتي ما تعرفش تمشيهاش. اللي انا عملته، بس انت عندك حق. طب انت انا عرفت فعلا ازاي؟ هعاقبها وما مشيهاش. طب لا ما انا كلمت امي واخويا في التليفون مش وعرفت قادرة منهم اللي حصل. اكذبهم عشان هم ناس محترمة. لا ما بيكذبوش، واخويا محترم عمره ما يكذب ابدا. اكيد، عشان كده انا عايزة اعتذر له. انا بحب مامتك واخوك، بالنسبة لي حد محترم. لا انت تخش تعرفي لاختك عملت كده ليه وتعلميها الادب، ولو ما تعلمتش الادب هتاخدها وتمشي في ايدك، فاهمه؟ ما عنديش مشكلة، هنربيها ونرجعها لك. ادخلي.